تعالوا نروح برضو لواحد من الصفقات برضو القديمة الجديدة القديمة، يعني اللي هي لسه مش لأول مرة. تعالوا نروح للكابتن أحمد صديق لاعب نادي الأهلي الجديد القديم زي ما قلت. كابتن أحمد، أهلا بيك معانا وألف مبروك. الله اهلا بيك يا صفوان، والله بارك في حضرتك، ربنا يخليك. يعني مش هقول لك انت يعني شايف الفرق بين الاهلي والاسماعيلي ايه، لان انت كنت عارف الفرق بين الاهلي والاسماعيلي من اول ما مشيت يعني. لا لكن والله. شايف العودة المرة دي، يعني انا تصريح ليك عندنا انك قلت انك ما كانش عندك اي شك في انك هترجع الاهلي. والله يعني اولا كده ربنا يبارك في حضرتك، ومتشكر جدا على المداخله الجميله دي. لكن يعني في البدايه حضرتك بتقول لي فرق، لا طبعا يعني انا سعيد جدا بالفتره اللي انا قضيتها في النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي وجمهوره ليه فضل كبير جدا عليا ان انا اتواجد مره ثانيه في النادي الاهلي، او ان انا اظهر بالصوره الكويسه دي. لاني انا متاكد انا ويمكن اي حد فاكر ان الواحد لو كان موجود في اي نادي غير النادي الاسماعيلي وظهر بصوره افضل من اللي الواحد ظهر بيها، مهم. اكيد برضه ما كانش هيظهر بالمستوى ده. لكن النادي الاسماعيلي كلنا عارفين انه بيعمل نجوم، بيخلي الواحد يطلع كل الامكانيات اللي عنده. فانا اولا بشكر جمهور النادي الاسماعيلي، وبشكر النادي الاسماعيلي جدا على الفتره اللي قضيتها، الحمد لله. قول لي الرجوع مرة تانية لنادي الاهلي طعمه ايه بالنسبة لاحمد صديق؟ والله اكيد بالنسبه لنا طبعا الحمد لله يعني سعاده كبيره جدا. يمكن دي مش اول مره ان انا ارجع، ولا تاني مره، يمكن دي ثالث مره. مهم. دي صدفه غريبه شويه، لكن الحمد لله يعني يمكن كل ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وتوفيق من ربنا، وربنا مقدر كده الحمد لله، بحمد ربنا جدا. يمكن انا مشيت والله بجد يعني الحمد لله اجتهدت وعملت اللي عليا، لكن يمكن بامانه شديده يمكن فرق معايا كتير جدا ان انا رحت نادي كبير زي النادي الاسماعيلي يعني. مهم. قول لي الفرق ايه في المرات اللي فاتت، يعني انك تسيب الاهلي وتنتقل لنادي اخر ثم تعود للاهلي وبعدين تسيبه تاني وتنتقل لنادي اخر برضه وتعود للاهلي، يعني المرتين كانوا بنفس السبب انك سبت النادي الاهلي ولا كان في اسباب مختلفة في كل مرة؟ لا، كل مره كانت اسباب مختلفه. يمكن اول مره انا كنت ماشي وانا لسه ناشئ، يمكن مشيت في فتره يمكن كانت صعبه على النادي الاهلي. يمكن عمل فريق جديد في الوقت ده، كان لسه مستر مانويل راجع، ويمكن جاب بركات وابو تريكه واسلام الشاطر، يعني كان جاب لعيبه كتير جدا. يمكن دي كانت فتره صعبه للنادي الاهلي، مهم. وانا كنت يمكن لسه ناشئ. فمشيت سنتين، فرحت اسوان تسويق، الحمد لله اديت فيهم بشكل كويس. ربنا قدر الحمد لله وفقني ان انا اديت فيهم بشكل كويس، ورجعت النادي الاهلي. ثاني مره يمكن كانت مختلفه شويه. يمكن انا لما رجعت الحمد لله يمكن اديت بشكل كويس، ولعبت فترات طويله الحمد لله. يمكن حققت اكثر من 11 بطوله مع النادي الاهلي في الثلاث مواسم دول. مهم. لكن قدر ربنا تعالى قدر ان مستر مانويل يمشي وكابتن حسن يمسك، مهم. وحسيت ان انا فرصتي ضعيفه شويه في اللعب. يعني يمكن اللي فرق معايا اكتر الحمد لله ان انا مشيت عشان العب، مهم. يعني مشيت عشان اتواجد في مكان العب فيه. مهم. زي ما انا حضرتك الحمد لله ان الواحد يعني ربنا قدره انه يروح نادي كبير زي النادي الاسماعيلي. يمكن ده سبب رئيسي بجد ان الواحد يمشي عشان يلعب في نادي كبير زي النادي الاسماعيلي. يمكن ده كان سبب مهم جدا الواحد يرجع النادي الاهلي تاني الحمد لله. مهم. طب يعني انت بتقول انك مشيت لما مستر مانويل مشي وكابتن حسام جه، فانت حسيت ان ما عندكش فرصة، فالمرة دي انت جاي في نفس الظروف ان كابتن مانويل مشي لا بس وحسام بس رجع تاني. الحمد لله، بس الظروف دي مختلفه شويه. يمكن كابتن حسام الحمد لله يمكن بعد ما مشيت ده كان شيء بيساعدني جدا. يمكن اولا انا اللي طلبت ان انا امشي، لما كابتن حسام مسك يمكن انا اللي طلبت ان انا امشي. مهم. بس هو كل مدرب بيجي بيبقى ليه وجهه نظر، انا طبعا بحترمها جدا. لكن اسعدني جدا يمكن كابتن حسام لما يمكن الفتره الاخيره لما كان ماسك فريقين الحمد لله، يمكن قبل ما يعرف طبعا ان انا ممكن اروح النادي الاهلي وكده، كان الحمد لله بيتكلم معايا بشكل كويس، وكان بيطلب مني ان انا اكون متواجد معاه في انبي. وده طبعا كان شيء ساعدني جدا، وشيء يعني لما كانش فيه النادي الاهلي اكيد الواحد ما كانش هيتردد انه موجود في فرقه كبيره زي فرقه انبي. مهم. فالحمد لله، وبرضه سعيد جدا ان القرار نفسه اتاخر لحد ما جه الكابتن حسام وموافقته. يعني الموضوع ما تمش غير بعد موافقه الكابتن حسام، يعني فان شاء مهم. الله الامر كده هيبقى مختلف باذن الله يعني. في اتصال بينك وبين الكابتن حسام بعد ما رجع؟ لا بعد ما رجع لا والله، لكن قبل كده الحمد لله يمكن كنا على اتصال دايم بيه. يمكن كل ماتشاته في انبي الحمد لله كنت ببارك له، لان هو مش شخصيه محترمه جدا، مش شخصيه انا بحترمها يعني وبحبها جدا وبقدرها يعني. مهم. يعني انت هتنضم ان شاء الله للاهلي في اول تجمع لما يبتدي الفريق يتجمع، اظن بعد اسبوعين من النهارده. ان شاء الله فتره الاعداد باذن الله. مم. رحت النادي اليومين اللي فاتوا دول لا لسه خ... والله، ربنا يسهل ان شاء الله كده. امال انت مضيت فين؟
لا انا بصيت عن طريق وكيل عمالي كابتن تامر النحاس وهو خد العقود ووداها النادي يعني. يعني بين يعني النحاس، هو النحاس موجود هناك في النادي تقريبا يعني بالظبط كده، فانا مضيت الحمد لله واخد العقود يعني الحمد لله قدام النادي. كابتن احمد صديق، قول لي يعني التنافس بينك وبين احمد فتحي طبعا هيبقى بشكل اساسي. طبعا. قول لي يعني انت عارف ان احمد فتحي برضو كان في الاسماعيلي، وانت كنت في الاسماعيلي وجيت، واحمد فتحي يعني لاعب الاهلي ولاعب منتخب، واكيد انت عينك برضو على المنتخب، شايف المنافسه دي، والله يعني طبعا كلنا او يعني تقل المنافس ما قلقكش لما الاهلي طلبك؟ ما يعني ما قلتش انا مكاني في واحد، وفي اكتر من واحد كمان بيلعبوا في الحته دي في النادي الاهلي، ولا انت غاوي تحدي وبالتالي ولا عندك اخبار ان احمد فتحي هيمشي، ولا ايه نظامك؟ لا طبعا ما حدش يختلف على قدرات احمد فتحي الفنيه والاخلاقيه، طبعا دي ما حدش يختلف عليها. لعيب كبير جدا، لعيب مهم جدا سواء في النادي او في المنتخب. لكن المنافسه اي مكان موجوده، يعني محترمه، انا لو رحت اي فرقه حتى ولو درجه ثانيه في منافسه، ده طبيعي انها موجوده. الواحد بيجتهد ويعمل اللي عليه وربنا يوفق الجميع، وفي النهايه المهم ان المنافسه دي ان شاء الله تكون بشكل شريف، وفي نفس الوقت تكون في مصلحه الفريق ان شاء الله. خالد زيزو بيقول لك انت لاعب جميل، وان نتمنى انك تواصل ادائك وتركيزك مع الفريق، وكمان طارق عادل بيقول لك انت ليه ما انضمتش للمنتخب؟ بشكرهم جدا طبعا. وبالنسبه للمنتخب ده يعني ده زي ما بقول لحضرتك في بدايه كلامي، ده بتبقى وجهات نظر مدرب. يمكن اكثر من فتره في وجود كابتن حسن شحاته كان بيبقى في كلام كبير جدا ان انا يبقى ليا تواجد، لكن ما كانش بيحصل نصيب الحمد لله. ان شاء الله الفتره الجايه يكون فيه باذن الله ان شاء الله. نور زغلول بيقول لك ليه مشيت من الاسماعيلي؟ يعني مش عارف والله اقول ايه بالظبط، لكن يعني برضه مش عايز اقول النادي الاهلي بيتي، لا النادي الاهلي بيتي طبعا. يمكن هو بيفتح موضوع مهم جدا بالنسبه لي، انا زي ما حضرتك يعني سعيد جدا بتواجدي في النادي الاسماعيلي، وفي نفس الوقت حزين جدا للفتره اللي فيها النادي الاسماعيلي بيمر بيها النادي الاسماعيلي دلوقتي. بتمنى له كل التوفيق يا رب ان شاء الله، لانه نادي كبير جدا بجد ويستحق ان كل الناس تقف جنبه يعني. سؤال طبعا يعني ايه يحتمل الوجهين، يحتمل انه حد خايف عليك وعايزك تلعب كوره يعني وعايز يشوفك في الملعب، او يحتمل حد بيهدي النفوس من الاول، يعني بيقول لك لو البدر قعدك على الدكه اغلب الموسم هتعمل ايه؟ ده عمرو علاء مورا. لا ما فيش مشكله طبعا، هحترم وجهه نظره وهجتهد واعمل اللي عليا وفي الاول والاخر طبعا زي ما حضرتك قلت بوجهه نظره يعني. كابتن احمد انت سنك كام سنه دلوقتي؟ 29 سنه. 29 سنه. مضيت مع الاهلي كام سنه؟ 4 سنين ان شاء الله. 4 سنين. طيب لا وانت لسه قدامك الدنيا إن شاء الله. فيها شويه وقت. قول لي انتخبت مين في الانتخابات اللي فاتت ولا ما رحتش؟ لا والله ما رحتش. ليه كده؟ لا كانت ظروف والله، بس يمكن البطاقه ما كانتش موجوده معايا في الوقت ده، فان شاء الله في العاده ان شاء الله انا نروح باذن الله يعني. انت وشك بطاقه يا كابتن احمد. ربنا يخليك ربنا يخليك. في القعده قررت هتدي لمين صوتك ولا لسه؟ لا مش عايز اقول لسه ومش عايز اقول هدي لمين، لكن يعني في حاجات واضحه من غير ما حد يتكلم فيها. احنا عملنا ثوره وفي ناس وفي دم شهداء وحاجات كتير كده، مش عشان نبقى يعني مش عشان احنا ننتخب حد لكننا ما عملناش حاجه. طيب يعني كده بقت واضحه، يعني انت مالكش في الفلول، يعني ما بتتعطاش الفلول. لا لانه والله صدقني صنع يعني الاهم في كل ده ان الفتره دي تعدي على خير والامور تستقر ان شاء الله. حتى لو سواء محمد مرسي او الرئيس احمد شفيق، المهم ان في النهايه بعد ما سواء ده او ده ان شاء الله يفوز بالرئاسه، المهم ان الامور تستقر بعد كده ان شاء الله، على الاقل الفتره دي كده كلها 4 سنين ان شاء الله، وحريه الاختيار تبقى في ايدينا تاني ان شاء الله. لانه طبعا في ارتباط ذهني عند الناس بين نجوم الكرة وبين النظام القديم، على طول يقول لك الناس دي، لانه في برضه مجموعه من نجوم الكرة قالوا انهم يعني هينتخبوا الفريق احمد شفيق، فبالتالي هم بيقول لك اصل دول بتوع الفلول وبتوع النظام وحاجات كده. لا طبعا مش شرط خالص، كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر معينه وبيشوف المستقبل من وجهه نظر هو، فلا ده كل واحد حقه يعني. احنا المفروض ان احنا عملنا الثوره عشان يبقى في ديمقراطيه وكل واحد يختار اللي هو عايزه. مفيش اي اخبار او اي عروض؟ يعني تامر النحاس بتشتغل محلي بس ما شافلكش حاجه بره، ولا انت مش حابب انك تلعب بره مصر؟
والله هو مش حابب، لكن يعني برضه عشان اكون صريح مع حضرتك، ما جاتش حاجه اكيد، او ما جاتش حاجه بشكل جدي شويه. لكن طبعا بالنسبه لي النادي الاهلي طبعا يعني نادي كبير جدا، ويمكن برضه من اكبر الانديه في الوطن العربي وفي افريقيا كلها يعني. فنتمنى ان شاء الله التوفيق باذن الله ان شاء الله. جورج يمكن بيسألك برضو سؤال قريب من اللي انا سألته لك، بيقول لك انت انا زملكاوي بس بحترمك، بس انت مش شايف ان افضل لك انك كنت فضلت في الاسماعيلي، لانك في الاهلي فرصتك صعبة في وجود فتحي وبركات وعبد الفضيل؟ مشكور طبعا، وفي نفس الوقت بقول له الكوره لو من غير منافسه يبقى اكننا بنلعب او كاننا موظفين، لكن طالما في منافسه يبقى هي دي حلاوه الكوره ان شاء الله. لو اتعرض عليك الزمالك او احتراف خارجي كنت هتروح ولا هتروح الاهلي؟ ده مينا. وجورج برضو بيقول لك لو الزمالك عرض عليك في نفس الوقت كنت هتختار بقلبك ولا بعقلك؟ لا والله الحمد لله، يمكن هو كان اتعرض عليا نادي الزمالك وما كنتش متردد تماما، لكن ما حصلش توفيق او ما حصلش نصيب الحمد لله. وبعد كده ربنا قدر ان الواحد يكون موجود في النادي الاهلي تاني. يعني اعتقد انه في ظل نظام الاحتراف كابتن احمد انه الحكايه ما عادش ينفع انه يعني يتقال لي اصل ده ابن النادي الفلاني او ده ما ينفعش يلعب في النادي الفلاني. خلاص الحكايه دي اظن انتهت، ولا لسه موجوده؟ لا اكيد انتهت، لكن اللاعب المحترف بجد اللي هو اي فانيلا بيكون لابسها واي نادي متواجد فيه بيخلص فيه وبيدي كل ما عنده، اكتر طاقه عنده انه يحقق كل انجازات مع في المكان اللي هو موجود فيه. هل كنت هتجدد مع الاسماعيلي لو الاهلي ما طلبكش؟ ده ايهاب ملاطي اللي بيسالك كمان. يعني صلاح بيومي بيقول افتقد النادي الاسماعيلي لاعب مميز ادبا واخلاقا ومهاره، مكانك سيظل في قلوبنا وقلوب مشجعي الدراويش، لك منا كل حب وتقدير واحترام. والله بشكرهم جدا، يمكن الحمد لله يمكن هو ده فعلا اللي انا شفته خلال الفتره اللي انا قعدتها في النادي الاسماعيلي، ما شفتش غير احترام متبادل الحمد لله. ويعني الحمد لله انا يعني بجد انا سعيد جدا جدا للفتره اللي قضيتها في النادي الاسماعيلي الحمد لله. كنت هتجدد مع الاسماعيلي لو الاهلي ما طلبكش؟ لا يعني كلمه يصعب عليا جدا ان انا اقولها، لكن كنت اتمنى ان ظروف النادي نفسها تكون افضل من كده، كنت اتردد ثانيه واحده ان انا اجدد في النادي الاسماعيلي. كابتن احمد صديق يعني لاعب النادي الاهلي الجديد القديم زي ما قلت، مبروك مره تانية انتقالك للنادي الاهلي وبالتوفيق، ونشوفك بقى في المنتخب وده الاهم. شكرا جدا يا عثمان، ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله ويكون لنا تواجد في منتخب مصر ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا، كنت معانا على جولة في ام راديو.